أسرع وأسهل أكلة في التاريخ. لو انتي مستعجلة في خلال 10 دقايق هتكوني عملتي أحلى أكلة هتاكلوها وهتتبسطوا منها. شايفة الجمال والطعامة والقرمشة؟ لو أول مرة بتشوفيني يلا انزلي بسرعة اعملي اشتراك في القناة وتعالي ما أقولك هتعملي ايه. هتجيبي بصلتين كبار أو 3 متوسطين، هتجيبي قرن فلفل أخضر كبير، قرن فلفل أحمر برضو كبير، لو بتحبي الشطة يبقى كمان قرن شطة. هتحطيهم في الكبة. معايا فلفل اسود وقرفه وجنزبيل وبابريكا مدخنه، خدي بالك البابريكا المدخنه دي نكهتها رهيبه. وكمان معايا بهارات لحمه، حطيتهم كده على الفلفل بتاعي ومعلقه صغيره ملح. وهحط عليهم البصل. طبعا لو انت حابه تزودي كميه البصل مفيش مشكله، لو عندك بقى حته ليا ضاني او حته دهن كده يا سلام، لو تفرميها معاهم هتديلها نكهه رهيبه. بس بصراحه انا ما كانش عندي. وهتحطي الحاجات دي في الكبه وهاتك يا ضرب. انا عايزه انعم الحاجات ديت، عايزه اخليها ناعمه عشان لما اعجنها في اللحمه تكون كلها معجونه في بعضها ناعم كويس قوي. ببدا ان انا اضربها زي ما انت شايفه كده واهز الكبه بتاعتي عشان انزل كل المكونات عندي السكينه وكله يتخلط بشكل كويس وكله ينعم. المكونات بتاعتي كلها نعمت وبقت تمام. هبدأ ان انا اشيل سكينة الكبة بقى كده والم اللي في الغطا بتاع الكبة، اوعي ترميه، ده كل ده حاجات جميلة. لميها كلها على بعضها كده وكده الخليط بتاعي جاهز. وهنجيب اللحمة بتاعتنا دي، كانت كيلو لحمة اللي انا عملت لها المقدار ده. اللحمة بتاعتي مفرومة فرمتها ناعمة وحلوة. رحت حاطه عليها بقى الخليط الحلو بتاعي اللي انا عملته ده، اللي هو عباره عن البصل والفلفل. احنا مش بنحب الشطه فما حطيتش شطه، لكن طبعا لو بتحبي الشطه حطي يا ستي وتوصي. ومعانا بقى المكون السحري اللي هو كيس خلطة الحواوشي ده، سواء بقى بتاع شيفي ميكس او بتاع ويلز او بتاع كنور او بتاع المختار، ايا كان الشركة اللي هتجيبي منها خلطة الحواوشي. بصراحة هما بيعملوا التتبيلة بتاعتهم بيبقى فيها تيست كده حلو قوي، انت مهما حطيتي مش هيبقى حلو زيه. ودي حتة سمنة بلدي كده حطيت وتوصيت بقى عشان خاطر العيال، من عيالي اللي هياكلوه ولازم اعمل لهم حاجة حلوة. حتة سمنة بلدي كده وتوصي، ما كانش عندي دهن طبعا ولحمتي الدهن فيها قليل، فكان لازم ان احنا نعوض ده. وجبت العيش بتاعي بتاع الحواوشي وفتحته بالشكل اللي انت شايفاه ده. على فكره انا بفتحه بالمقص مش بالسكينه. وبجيب العيش ده جاهز من الفرن بتاع العيش، بقول له انا عايزه عيش حواوشي. ببدا امسك كل رغيف واحط فيه حته لحمه كده، وابدا ان انا ابطط الرغيف بالشكل اللي انت شايفاه ده، فاللحمه بتتفرد جواه بكل سهوله. الموضوع سهل وبسيط. بس انا كنت بستخدم الاسباتيولا فطبعا كبيره، جيت احط في الرغيف التاني لقيتها صغيره ففتحت الرغيف كمان. طبعا انت ممكن تستخدمي معلقه اكل عادي فهيبقى الموضوع اسهل يعني. وحطيت حته اللحمه وبططت كده بالشكل اللي انت شايفاه. حسيت في الرغيف ده ان اللحمه قليله. بصي هفتح كده الحرف، شايفه في حته فاضيه كده، لا حطي يا بت وتوسي عشان خاطر العيال. رحت حاطه كده ومتوصيه وضغط عليه وحطيت وعملت الكميه بتاعتي كده واحد ورا التاني ورا التالت كده، وخلصت الكميه كلها بتاعتي ما اخدتش مني 5 دقايق وكنت مخلصه كل الكميه. ما شاء الله ادتني كميه كبيره ورمت معايا كميه تاكل ايه، عدد محترم. طبعا في عندي رغيفه بيبقى فيه منها جزء كده لازق في بعضه مش عارفه احشيه، بروح اقطعه عادي يعني، بستخدمه بعد كده في ان احنا ناكله عادي كده، اغمس بيه جبنه ولا حاجه. والجزء اللي هو اللي مفتوح اللي انا عارفه احشيه بحشيه عادي، وبيبقى لقمه صغنونه مثلا على قد ابني. بصي انا بوريكي اهو انا عملته بالمقص ازاي، شوفي. بنفتح بالشكل ده كده ونحط فيه اللحم. جبت يا ستي الصاج بتاعي حطيت فيه ورقه زبده زي ما انت شايفه، انا ما دهنتش ورقه زبده اي حاجه، بس انا هدهن الحواشي بتاعي من الظهر ومن الوش بتاعه. دي حته سمنه بلدي سايحه وبدات ان انا ادهن بيه. طبعا في ناس بتدهن بزيت وفي ناس ممكن تدهن بسمنه نباتي، اللي يعجبك واللي متاح عندك اعملي بيه. ورحت رصهم كلهم كده ودهنه دهنه دهنه كله كده على الظهر، وبعدين هقلبه على الوش وادهن على الوش كله مره واحده. طبعا في الاثناء دي كنت مشغله الفرن بتاعي على درجه حراره 200، لو الدرجات عندك ممسوحه يا ستي على درجه اعلى من الكيك شويه. وبدهن الوش وبدهن الظهر زي ما انت شايفاه كده، وبروح مدخلاه فرن سخن على 200. بحطه على الارضيه، لما الاقي يستوي والاقي ارضيته احمرت برفعه تحت الشوايه وبيطلع معايا بالشكل الجميل اللي هتشوفيه حالا اهو. شايفه الجمال والطعامه والحلاوه؟ اوعي تنسي تشتركي في القناه وتعملي لايك وقولي لي رايك ايه وايه الوصفات اللي محتاجيني اعملها لكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.